تم إيقاف كهربا 12 ماتش من قبل لجنة الانضباط بعد الفيديو اللي اتسرب له بعد ماتش الزمالك والشتايم اللي كان بيشتمها الجمهور نادي الزمالك أو نادي الزمالك. أنا ما عنديش أي اعتراض إن لعيب يتوقف مهما كان اسمه إيه، مهما كان بيلعب في نادي إيه، عشان خاطر شتم نادي تاني أو شتم لاعب معين. فلازم القرار يعني يطبق على اي نادي وعلى اي جمهور وعلى اي لاعب، لكن مش عشان خاطر لاعب بعينه فانت حاطط دماغك من دماغه فان انت توقفه. تاني حاجة ايه 12 ماتش دي؟ انا بشوف ان العقوبة ان اخر حاجة في العقوبات 6 ماتشات، وان انت توقفه وتغرمه دي جديدة، ان انت تعمل الحاجتين دول جديدة. تالت حاجة، يعني اشمعنى النهاردة بعد قرار ايقاف او عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك ومنعه من الانتخابات وفي انتخابات جديدة هتحصل نادي الزمالك، فانت تعمل قرار كهربا النهاردة بالذات مع ان الفيديو اصلا من شهرين؟ فانا اصلا مستغرب من القرار ومن توقيت